كابتن احمد الشناوي، وقعت تاني النادي الزمالك بعد ما كان في ازمه كده بسيطه بسبب الشقه والحمد لله اللي هي خلصت، ونتمنى لك التوفيق في نادي الزمالك وعايزين نعرف سبب رجوعك في التوقيع تاني العقد ايه؟ يعني الحمد لله الناس، الاستاذ ممدوح عباس اتصل، وراجل يعني اول ما عرف ان الازمه بسبب الموضوع ده فخلص كل حاجه، والحمد لله يعني الامور كلها استقرت، وان شاء الله بكره ابقى موجود في نادي الزمالك. يعني انا وضحت الصوره بالكامل، والناس كده اثبتت اللي هي شاري احمد الشناوي زي ما احمد الشناوي شاري نادي الزمالك. يعني يا كابتن بعد مكالمه الكابتن خالد الغندور والنداء للاستاذ ممدوح عباس والنادي الزمالك، بالفعل تم العدول عن الازمه واتحلت الحمد لله، واحمد الشناوي اصبح في نادي الزمالك لمده عام. لا الحمد لله طبعا، يعني الكابتن خالد بعد المداخله طبعا استاذ ممدوح عباس سمع كل كلمه، والحمد لله يعني جابت نتيجه، والراجل ما تاخرش وعمل كل حاجه، والحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي بقى ان شاء الله. احمد بتفكر في ايه في المرحله الجايه؟ مركز ان شاء الله، من بكره بقى هبدا مرحله جديده، خطوه تانية، نادي كبير طبعا، عايز اقدم فيه كل حاجه، اثبت للناس ان احمد شناوي جاي يفيد نادي الزمالك، مش جاي فتره سنه اعاره بس كده نزهه وراجع تاني. اتمنى ان انا افيد نادي الزمالك وادي لهم كل اللي عندي، وناخد حاجه، نحقق حاجه مع نادي الزمالك، بطوله ان شاء الله. احمد الشناوي استقر خلاص في القاهره، وهتجيله شقه، وهيبقى مستقر مع والده ووالدته واخته، والامور اتحلت. الحمد لله كل الامور ان شاء الله استقرت وكلها اتحلت، وان شاء الله بكره اتفقت مع الكابتن حماده ان هو هيجي معايا قبل التمرين او بعد التمرين للناس اصحاب الشقه، ويحجزها والعقد، وان شاء الله كله يبقى تمام. طب احمد الشناوي عايزين نعرف المرحله الجايه، احمد الشناوي بيفكر ازاي؟ هيعود للنادي المصري مره اخرى، ولا هيكون في احتراف خارجي؟ يعني هو طبعا اتمنى الاحتراف طبعا، بس لسه يعني على حسب الخطوه ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. مرحله نادي الزمالك اتمنى التوفيق فيها، هي هتحدد كل حاجه. يعني نادي الزمالك برده نادي كبير، ونادي اللي هو يعني الناس كلها بتتفرج عليه في افريقيا وفي الخليج، وبره برده يعني نادي في بطوله افريقيا، وان شاء الله ربنا كرمنا في كاس عالم انديه. يعني انا حاطط كل دي اهداف قدامي، اتمنى ان تتشاف عن طريق منتخب مصر وعن طريق نادي الزمالك. ويعني النادي برده المصري مش عايزين ننكر خيره عليه، النادي المصري ان شاء الله يقوم من الازمه اللي هو فيها، وبيرجع تاني النادي المصري كيان النادي المصري، وان شاء الله يعني النادي المصري الظلم اللي تعرضوا بيرجع تاني، والنادي المصري يرجع ككيان كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله. شايفك حزين وانت بتتكلم عن النادي المصري يا احمد؟ طبعا مفيش شك، يعني انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا اخرج بره النادي المصري او ادخل النادي المصري مش حاسس ان في يعني انا دخلت دلوقتي بس تعلقت اللبس بقى لنا اكتر من 7 شهور ما دخلتهاش والنادي، فزعلان طبعا. كان نفسي ان انا اكمل هنا في النادي المصري، بس طبعا ما فيش نصيب، وان شاء الله لو النادي المصري استقرت انا اكون موجود ان شاء الله. عصام الحضري، عبد الواحد السيد، احمد الشناوي، مين تاني من الحراس قدامك؟ من قدام ازاي؟ يعني مين موجودين تاني حراس بينافسوا احمد الشناوي؟ لا في حراس كتير موجودين، بس الفتره اللي فاتت عشان توقف الدوري فما فيش حاجه ظهرت. في شريف اكرامي، في عماد السيد، في كابتن عبد المنصف، في يعني في ناس كتير، يعني المنافسه تبقى جامده السنه دي. في ابو جبل، في علوت، مش عايز انسى حد طبعا، كلهم اجوان كويسه. اتمنى المنافسه تبقى في الماتشات وفي الملعب، كل ده هيفيد المنتخب ان شاء الله في الاول وفي الاخر.